وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء، ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة لديربي ليفربول في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. قبل التفاصيل أرحب بمحلي بين سبورتس دكتور طارق الجلاهمة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. ومبروك نجاح الكويت في تنظيم كأس الخليج. الله يسلمك، ومبروك المنتخب العماني تحقيق كأس الخليج، والف مبروك للكويت على نجاح هذا التنظيم. فخورين جدا فيما عمله الاتحاد الكويتي، وفخورين جدا بالتنظيم، والغايه كانت هي استقبال الاخوان الاشقاء الخليجيين في دوله الكويت. مبروك للكويت، لاسره الكويت الكرويه والشعب الكويتي. ورحب ايضا بالكابتن محمد ابو تريكه نجم المنتخب المصري السابق محلل بين سبورتس. مبروك فوز صلاح الكابتن. ربنا يبارك فيك يا محمد. صلاح وكوبر والمنتخب مصر دفعه قويه قبل كاس العالم، نتمنى انهم ان شاء الله يستغلوا هذه الدفعه، وده مؤشر كويس للكره المصريه، وايضا لمجهود الاتحاد المصري لكره القدم السابق والحالي. فاعتقد تتويج للمنظومه ككل، وزي ما بقول دي دفعه قويه قبل كاس العالم ان شاء الله. منتخب مصر يشرف الكره العربيه والكره الافريقيه ان شاء الله. ان شاء الله. إليكم مباراتي اليوم مشاهدينا الأعزاء ضمن الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. المباراة الرئيسية لهذا الاستوديو تجمع في أنفيلد بين ليفربول وإيفرتون، وبعد ركلة البداية لهذه المباراة ب5 دقائق تنطلق مباراة أخرى في أولد ترافورد بين مانشستر يونايتد وديربي كاونتي عند 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة. دعونا نبدأ بانتصارات العرب بالإنجاز الكبير الجديد الذي أضافه محمد صلاح لإنجازات كثيرة كبيرة لكرة القدم الأوروبية في الملاعب الأوروبية، في الملاعب الإفريقية، وأيضا في المشوار العالمي لنجم كبير حقق الكثير، وأيضا بانتظار المزيد من بإذن الله في الأيام المقبلة. الناس كلها عارفة محمد صلاح، وعارفة مدى المستوى اللي بيقدمه الكبير مع ليفربول في أول مباراته في موسكو في نهاية كأس العالم. 80% لمحمد صلاح ومجهوده اللي عمله في التصفيات. L'Egitto è una nazione fortunata a avere un giocatore così straordinario. È un giocatore veloce, è un giocatore tecnico, è un giocatore che può risolvere la partita in qualunque momento. صالح أنا أقول لاعب ذكي. لماذا ذكي؟ لأنه عرف كيف يتصرف في حياته الكروية، في مسيرته. نشوفه مشى البال، مشى المانشستر، مشى تشيلسي ما نجحش، مشى الفرونتينا، مشى الروما، ونشوفه اليوم في ليفربول رجع للدوري الانجليزي من الباب الكبير، ونشوفه اليوم افضل لاعب في ليفربول ووقت الحاضر من افضل اللاعبين في انجلترا. كل شيء بيروح لمحمد صلاح، النجم الموهوب المحبوب المتواضع المتألق جدا في انجلترا مع ليفربول مع المنتخب المصري. اتكلم في واحد عنده 24 سنة، بقى هو القائد، بقى هو الشخصية، بقى هو الكاريزما، بقى هو كل شيء للمنتخب المصري. إليكم قائمة باللاعبين العرب المتوجين بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، والتي أصبحت بمسماها الجديد منذ عام 92. هذه الجائزة فاز فيها نجوم من المغرب، من تونس، من الجزائر، وأيضا من جمهورية مصر. أحمد فرس، طارق دياب، الأخضر بلومي، محمود الخطيب، محمد تيمومي، بادو زاكي، رابح ماجر، مصطفى حاجي، رياض محرز، والآن أخيرا محمد صلاح في النسخة الأخيرة لهذه الجائزة التي مرت بأسماء مختلفة. أولا محمد زكي مصري بعث لي رسالة زعلان، ازاي بتقدم محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصري بس بدون ما تقول قائد النادي الأهلي. فيا أبو زكي قائد النادي الأهلي كابتن محمد أبو تريكة معنا في الاستوديو. هناك إجماع كابتن بأنك ظلمت في هذه الجائزة. الخبرة والثقة والشجاعة. دوري أبطال أفريقيا، فزت بكأس الأمم الأفريقية، سجلت مباراة نهائية ولم تحقق الجائزة. لكن أكيد القائمة التي سردناها من أسماء رائعة جدا على مستوى كرة القدم الأفريقية والعربية، وسعداء أن تختتم هذه القائمة بآخر نسخة بمحمد صلاح بعد رياض محرز. يعني أنا الحمد لله عندي رضا تام باللي وصلت له. 2008 كان المنافس أدي بايور كان يقدم مستوى كبير، وهو اللي خد الجائزة. صلاح عوض الكرة المصرية عن كذا موسم أو كذا لاعب كان مرشح من ضمن المرشحين. كنت العبد لله، وكان ميدو موجود في بعض المواسم، وايضا حصل امور. صلاح في حسابات، في مشكله في النظام؟ لا يعني في المره دي لا، المره دي لا واضحه. المرات السابقه نقصد، ممكن المرات السابقه، انما لا، المره دي اكتساح عن جداره واستحقاق لصلاح. اي شكل من الاشكال كان هيطبق الاتحاد الافريقي
على الجائزه يفوز فيها محمد صلاح. في بعض الامور ممكن تحصل في بعض الامور الجوائز الاخرى، انما لا صلاح الكل يحتفي فيه في ليفربول طبعا ويستحق. صلاح ما شاء الله عليه، صلاح عنده احلام تانية، يعني دي البدايه. واتمنى ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنه الاصابات ويمشي في مشواره ويحقق احلامه واحلام الكره المصريه، لانه بقى الان قدوه وبقى ملهم لجيل كبير من الشباب. كلمته عجبتني في الحفل، لان دايما لعيب الكره بيبقى عنده بعد اخر، مش في داخل الملعب فقط، لا هو اتكلم عن ازاي يبقى الاطفال الصغيره والشباب الصغير يبقى عنده احلام ويسعى لتحقيقها. فده بعد كبير، لازم كل لاعبي الكره اصحاب القدوه والمثل يبقى عندهم بعد لازم يرسخوه في الاجيال اللي بعد كده. صلاح زي ما بقول راسم حياته كويس، يعني مخطط لحياته، بياخد بيها خطوات واحده ولا اخرى. اتمنى ان شاء الله ان ليفربول